السلام عليكم، عاملين ايه؟ جبت عليكم شوية كده. كان عندي امتحانات وخلصت ونجحت. بالنسبة للكاميرا ربنا ما وفقنيش إن أجيب كاميرا جديدة. شوية ظروف مادية كده. إن شاء الله عادين منها. المرحلة اللي جاية بعد كام يوم في انتخابات رئاسة. عندنا 13 مرشح. كل مرشح أنجح من التاني. عندنا 2 منهم في دول احمد شفيق وعمرو موسى. احمد شفيق الناس اللي بتأيده تقول ان هو كان وزير الطيران وعمل له ومطار حاجه غلط خالص كده ومن احسن المطارات في العالم، مع انه مش احسن مطارات في العالم ولا حاجه. وعمرو موسى اللي مؤيدينه بيقولوا انه كان وزير الخارجيه وامين عام جامعه الدول العربيه اللي بوظها اصلا. كان عنده علاقات خارجية كويسة وهيعرف يمشي البلد في الفترة ديت، وعايزين واحد بيفهم في العلاقات الداخلية والخارجية ويعرف يشغل البلد. مش واحد لسه هيتعلم وعايز ولسه هيكتسب مهارات ولسه وكده. احنا كمصريين عايزين حق الشهداء يرجع، ونبرد نار اهالي الناس اللي ماتوا. عايزين واحد ما يكونش كان مع نظام السابق قبل كده، عشان بس نبرد نار الناس اهالي الناس اللي ماتت دي. يعني الواحد اللي فرط في ده راح وقدم اكتر حاجه ممكن بيمتلكها روحه عشان خاطر البلد دي. في الاخر اللي بيرشحوا ناس ايديهم ملوثه بالدم ده. ما علمهمش ده دليل ان هو اللي قتل الثوار ولا هو اللي عمل حاجه زي كده. بس حرام لما احنا نقول بلاش فلول لا ونلاقيهم بيدافع عليهم بقوه وبتعصب وما عندهمش الحوار دي خالص. اتكلم مع واحد واقول له ليه احمد شفيق، ليه عمرو موسى، ليه بترشحهم؟ ده راجل فلول. لا مش فلول، ده راجل صائم، راجل مش عارف ايه، ويجي هيضربني فيه. تتكلموا بالراحه شويه عشان خاطر البلد يا جماعه، عشان خاطر الناس اللي ماتت، عشان خاطر الشهداء، عشان خاطر الناس المصابين والمعاقين بسبب الضرب اللي حصل لهم. أرجوكوا بلاش فلوس. عندك 13 واحد ابعد عنهم أحمد شفيق وعمرو موسى. عندك 13 واحد، عندك الناس كلها حاطين برنامج انتخابي واحد، مفيش اختلاف كبير، كلهم تقريبا حاطين برنامج انتخابي واحد. بس عشان خاطر الناس اللي ماتت دي وعشان توصلنا للحظة دي، عشان توصلنا ان احنا ندي اصواتنا الحرية ونبدأ نعيش النهضة وننظف البلد ونبدأ نبني البلد تبقى رقم واحد زي ما كانت، اللي هي اصلا دي مكانتها. مصر مكانتها رقم واحد، مش رقم 2 ولا رقم 3 ولا تبقى في ديل الدول المهمشة. مصر اصلا رقم واحد، بس للأسف النظام السابق دفنها بالحياة. أرجوكم يا جماعة عيدوا النظر تاني عشان خاطر الشهداء، عشان خاطر الناس المصابين، عشان ما نحسش إن الثورة دي جت علينا بخراب، عشان ما نحسش إن النظام السابق لسه موجود. عايزين واحد يجي يحاكم النظام السابق، مش عايزين حد يجي يحيي النظام السابق تاني، مع إنه لسه موجود بس هو راسه هو اللي اتشال بس وجسمه لسه باقي، بدليل ان احمد شفيق وعمرو موسى ترشحوا للرئاسة الجمهورية. أرجوكم يا جماعة اللي هيرشح احمد شفيق وعمرو موسى يعيد النظر تاني في الموضوع ده. عندك 11 واحد انتخب منهم اللي انت عايزه، من ال 11 واحد اللي فعالين قوي في الموضوع، بعيدنا عن انا هرشحه
في حمدين صباحي، وعندك أبو فتوح، وعندك محمد مرسي، وعندك خالد علي، وعندك هشام بطويسي، عندك ناس كتيرة رائعة ومحترمة جدا. بس أرجوك بلاش الفلوس، عيد النظر تاني عشان خاطر الدم اللي راح ده، عشان خاطر الدم اللي راح ده ما يكونش دم هدر. نحس إن البلد دي مش ما تذبحش ببلاش.